محتار تروح انهي شاطئ؟ يبقى اتفرج على الفيديو ده. ازيكم يا احلى المشاهدين؟ تعالوا النهارده اخدكم في جولة هنلف فيها في شواطئ البوريفاج كلها، وهنشوف الفرق بين كل شاطئ، وهنعرف اسعار الدخول والخدمات لكل شاطئ. لو اول مرة بتشوف القناة، انا مرشدة سياحية وبعمل فيديوهات عن اماكن سياحية وجولات. لو عجبتكم القناة اضغطوا على سبسكرايب علشان توصلكم كل الفيديوز، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان توصلكم كل الفيديوز اول باول. انا هنا موجودة عند الممشى السياحي في 45، الممشى الجديد، وده اول صيف بعد افتتاحه. المكان هنا مشهور بشواطئ البوريفاج، في شواطئ هنا اتردمت وشواطئ اتغير اسمها. الممشى السياحي ده البرج بتاعه زي ما احنا شايفين قدامنا، بياخد نفس شكل ونفس الديزاين بتاع كوبري ستانلي. لو عايزين فيديو عن كوبري ستانلي اكتبولي تحت في الكومنتس وهعملكوا عنه حلقة لوحدها. احنا دلوقتي قدام شاطئ جزيرة الدهب، ده اول شاطئ معانا هنا. سعر الدخول هنا 25 جنيه للفرد، شاملة كرسي وترابيزة وشمسية، والاطفال اقل من 5 سنين فور فري. الشاطئ هنا مجهز وفيه خدمات كاملة زي تغيير ملابس، فيه حمامات، فيه كل حاجة. حركة الشاطئ هنا طبيعية جدا، الامواج حركتها طبيعية. الزحمة اللي موجودة هنا هي متوقعة زي كل سنة، مفيش اي اختلاف، وكمان عدد المصيفين زي كل سنة. الشاطئ ده جديد، هو فتح قريب. اجواء الشاطئ هنا جميلة جدا، ومعظمه شاطئ عائلات، ممنوع هنا دخول الشباب لوحدهم. احنا شايفين قدامنا عدد الشماسي كتير جدا، تقريبا مفيش مكان هنا في الشط على زيادة اي شماسي، وبتكون الاولوية للي بيجي بدري، هو اللي بياخد الصف الاول. بعد كده اللي بيجي متأخر بياخد الصفوف اللي ورا، وهكذا. الشواطئ السنة دي في اسكندرية مش كلها شغالة بسبب توسعات الكورنيش، في شواطئ كتير منها اتردم وشواطئ تانية فتحت جديدة. هنا في شواطئ البوريفاج سعرها كويس والشاطئ كويس، عشان كده بتعتبر أزحم شاطئ في اسكندرية. كل شاطئ هنا ليه بوابة، عندنا شاطئ البوريفاج ليه كذا بوابة، هنشوفه شوية كده. خدمات الشاطئ كلها موجودة على الرغم من ان الشاطئ جديد. كل ما هنطول قدام شوية هنشوف بواقي الشاطئ. انا بصور لكم دلوقتي من فوق الكوبري او الممشى، الفيديو هنا بيكون افضل تصوير من فوق بدل ما ادخل عند الشاطئ نفسه من تحت. احنا هنا وصلنا عند الشاطئ التاني، هو شاطئ افلاطون اللي هو قدامنا ده، فيه بدلات. وهنا دخول الفرد برضو 25 جنيه، شاملة ترابيزة وشمسية كرسي، والاطفال اقل من 5 سنين فور فري. الشاطئ هنا مجهز بكل الخدمات، وفي كمان كافيه خاص بيه. على الشمال هنا شاطئ جزيرة الدهب، وعلى اليمين هنا شاطئ افلاطون اللي هو فيه البدلات. كل ما هنمشي قدام كل ما هنلاقي الشاطئ ازدحم اكتر. بنلاقي كمان هنا في بياعين للترمس، وده هنا اساسي موجود على البحر وفي الممشى السياحي. التمشية هنا على الممشى السياحي بتكون جميلة جدا، وخصوصا وقت غروب الشمس بتكون هنا الاجواء رائعة. احنا دلوقتي هنفضل ماشيين لحد ما نوصل لشواطئ البوريفاج. لو انتوا حابين تعرفوا اكتر عن اماكن وفسح وخروجات في اسكندرية، كل الحاجات دي هتلاقوها هنا في القناة. ولو كمان بتحبوا الاثار هتلاقوا فيديوهات كتيرة هنا في القناة بالشرح، وتقدروا تلاقوها بكل سهولة من البلاي ليست. البلاي ليست بتكون متنظمة ما بين جولات وبلاد كتيرة جوه مصر، لو حابين تختاروا اي فيديو بتلاقوه بسهولة، ولو حابين اي فيديو بتكتبولي في الكومنتس وبرد عليكم باللينك.
ودلوقتي احنا في موسم التين الشوكي. عندنا في اسكندرية تقدروا تاكلوا احلى تين شوكي طازة. بنلاقي هنا اكبر عدد من المصيفين اللي بينزلوا المية هم الاطفال، وبيكون معاهم بقى العوامات شكلها جميل جدا في المية، ودي بقى اجواء الصيف في اسكندرية. وكده احنا بنطمن ان حركة السياحة الشاطئية السنة دي في اسكندرية ماشية تمام، وطول ما احنا ماشيين بنلاقي حد بيبيع المنتجات بتاعته على الكورنيش. هنا ده طفل بيبيع الفريسكا ب5 جنيه فقط. ومكملين دلوقتي فوق الممشى السياحي، ومن تحت بنلاقي النفق الجديد. الكوبري ده دايما بتلاقوه زحمة جدا، وخصوصا بالليل. احنا دلوقتي في شهر 7 في الصيف 2024. الشاطئ زي ما احنا شايفين قدامنا زحمة جدا. قلنا انه اول شاطئ بدأنا بيه هو كان شاطئ جزيرة الدهب، وبعد كده شاطئ افلاطون. والشاطئ هنا آمن زي ما احنا شايفين. معظم الشواطئ هنا هي بينزلها الأطفال أكتر، ودي كمان تعتبر الفسحة المفضلة لأي طفل بيستنى اليوم اللي هيروح فيه البحر. اليوم ده بيكون مهم جدا للأطفال، بيحبوا ان هم يلعبوا وبيحبوا البحر جدا. وطبعا جميل ان الأطفال ومن هم صغيرين يتعلموا السباحة. وبنتمشى في الممشى السياحي. هنا بيكون في عدد من اللي بيحبوا يتصوروا، بيكون في فوتوغرافرز بيطلعوا الصورة في وقتها وبتاخدها، وبتبقى ذكرى حلوة جدا. المركب اللي قدامنا دي هي مركب بتعمل رحلات، بتتاخد من منطقة ميامي لحد اي منطقة انتوا حابينها، وبتتحدد بالوقت معين. وبتكون سعر المركب دي ربع ساعة ب100 جنيه، والنص ساعة ب200 جنيه. واحنا زي ما احنا ماشيين علشان بنقرب على الشواطئ التانية علشان نعرف الاختلاف. بتمشى على الكوبري. هنا مكان جميل للتصوير، بيكون في فوتوغرافرز بيصوروكوا وبتاخدوا الصورة في ساعتها في وقتها. هنا وصلنا عند الشاطئ التاني. هنا الشاطئ اسمه شاطئ محمود سعيد، وسعر تذكرته 25 جنيه. سعر تذكرته هنا 25 جنيه مقابل الشمسية والكرسي وترابيزة، والأطفال أقل من 5 سنين فور فري. الشاطئ آمن جدا زي ما احنا شايفين، وكلها عائلات. شايفين هنا الشاطئ زحمة قد ايه؟ مفيش مكان تحط فيه شمسية، وكل الشماسي جنب بعض مفيش فاصل بينها، رغم ان احنا لسه ما دخلناش في شهر 8. وبنفضل مكملين، ودلوقتي احنا خلاص وصلنا عند نفق 45 او نفق السادات. هو مشهور باسم السادات، وده كان الاسم القديم بتاعه. قدامنا هنا شارع 45، وده الشارع اللي بيربط ما بين البحر وطريق الدولي. ونقرب كده شوية علشان نشوفه كويس. الشارع هو قدامنا الناحية التانية، وفي على اليمين والشمال النفق اللي بتستخدموه علشان تعدوا الكورنيش. ما بين كل محطة على الكورنيش بيكون في نفق زي ده علشان تعدوا منه للرصيف التاني. هنا زحمة شوية، عندنا بياعين كتير لب وسوداني والحاجات دي كلها طازة.
وادي هنا الشقق والعمارات، ودي بتبقى معظمها للمصايف. وبعد ما عدينا هنا بنلاقي دخول الشاطئ، وده المدخل بتاعه بياخد نفس شكل النفق. والرصيف التاني على الكورنيش في اول شارع 45، في قدامنا فتح الله سوبر ماركت. بعتذر عن بكسلة الكاميرا في الجزء ده. الشاطئ اللي قدامنا هو فيه عدد كبير برضو من المصيفين، والشماسي بتاعته لونها اصفر، وفي شماسي ضافوها مؤخرا مع زيادة عدد المصيفين. تقدروا تعلموا الشاطئ ده اللي هو عند النفق، نفق السادات بعلم مصر. وبنقول ان مصر امنة، واللي بيقول ان مصر مش امان ده اثبات ان مصر ما زالت امان، ومفيش بلد مش امنة هيكون فيها كل العدد ده من المصيفين. الشواطئ هنا كاملة العدد، مفيش مكان تحط فيه كرسي ولا شمسية زي ما احنا شايفين قدامنا. وبنأكد لأي زائر من أي بلد مختلفة بنرحب بيه في مصر، وبنقوله ان مصر بلد الأمان، وان كل الأعداد دي معظمها من المصريين. واسكندرية هي أهم بلد سياحي موجودة على البحر المتوسط. هنا بتلاقوا أكبر مكتبة، بتلاقوا مكان الفنار، بتلاقوا القلعة، وكتير جدا من الآثار اليوناني الروماني. كل الحاجات دي هتلاقوها هنا موجودة في القناة. احنا هنا وصلنا عند الشاطئ التاني. تعالوا كده نتمشى على الممشى ونشوف هنا قدامه في ايه. زي ما انتوا شايفين في سكوتر، في عجل للأطفال، تقدروا تأجروها وبتتمشوا هنا في الممشى السياحي. وصلنا عند شاطئ البوريفاج، ودي البوابة الأساسية بتاعته، في بوابة تانية ليه. المدخل هنا بتيكت الدخول للفرد شمسية وكرسي وترابيزة ب25 جنيه. وبنلاقي هنا الازدحام الشديد عند المدخل ده. شاطئ البوريفاج، شاطئ البوريفاج هنا يعتبر كامل العدد، وده الشاطئ المحبب للمصيفين. كمان بنلاقي انه الشاطئ كامل الخدمات، وده بسبب ان معظم المصيفين بيحبوا يسهروا على الشاطئ. ودي بوابة شاطئ محمود سعيد، وجنبها على طول شاطئ افلاطون. وبنلاقي ان كل المداخل هنا زحمة جدا بعد غروب الشمس. ولو انتوا جيتوا في اي وقت، حتى لو الساعة كانت 3 او 4 الفجر، تقدروا تخشوا هنا عادي. الخدمة هنا مستمرة 24 ساعة. طول ما احنا بنتمشى بنلاقي بياعين البطاطا والتين الشوكي والترمس والذرة، واسعارهم كويسة جدا، ومعظم الشغالين هنا هم اطفال، فحاولوا ان انتوا تكسبوهم، وهم مش بيكونوا من المتسولين اللي بيبقوا عايزين فلوس وخلاص، لكن ده شغلهم. قولولي في الكومنتس، اكتبولي ايه اكتر حاجة بتحبوا تاكلوها وانتوا بتتمشوا على البحر، وايه افضل وقت بتحبوا تتمشوا فيه. اللي قدامنا ده ملعب كورة جديد، في لعب كورة، في راكت، في كمان زحليقة كده للأطفال، وبيكون السعر هنا 15 جنيه. متعودين ان في كل الفيديوهات بحب انقل لكم الصورة واقعية زي ما هي، بايجابياتها وسلبياتها. من ضمن الحاجات السلبية جدا وانا بتمشى لقيتها انه هنا نلاقي في اماكن شخبطة على الحيطان والجدران، وخصوصا في كل الاماكن حتى لو كانت اثرية. الموضوع ده بينقل صورة سلبية جدا عن مصر، وخاصة للزوار اللي هم بيكونوا خارج البلد، دي بتعكس صورة سلبية جدا. فنتمنى موضوع التلوث البصري ده يقل. هنا شغل حد بيعمل هاند ميد سلاسل وانسيالات. في نهاية الفيديو نكون عرفنا كل شواطئ البوريفاج. تقدروا تحددوا انهي شاطئ حابين تروحوه وانهي شاطئ عجبكم اكتر. عرفنا كمان المواعيد والدخول والخدمات الموجودة في كل شاطئ. اسكندرية في الصيف ما بتنامش، تعالوا نوروها وحافظوا عليها، وزوروا اماكن سياحية كتيرة مش شواطئ بس. هتلاقوها هنا كلها في القناة، وعشان تعرفوا كمان تاريخ بلدكم. لو عندكم اي سؤال او استفسار اكتبوه تحت في الكومنت وهرد عليكم. اتمنى تقدروا كمان المجهود هنا في الفيديو وتضغطوا على اللايك، وشاركوني بارائكم في الكومنتات. نوروا القناة واضغطوا على الاشتراك وفعلوا الجرس. وان شاء الله الفيديو اللي جاي هيكون زي ما طلبتوا عن العلمين. فعلوا الجرس عشان يوصلكوا الفيديو على طول اول ما ينزل.
وينتظروا ان شاء الله حلقات تانية كتير عن اماكن سياحية حلوة في مصر. شكرا لمتابعتكم.